السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناه اسلام احمد. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نوريكم المشتريات ديالي باش نوجد ان شاء الله واحد كيك ديزاين ديال الاعراس، وغادي تشوفوا معايا ان شاء الله كلشي في الفيديوهات. دابا غادي نوريكم المهم المشتريات ديالي اللي شريت ديال الخدمه ديال مولي كيك، ديال الكريمات، ديال الحشو، ديال الطبقه المقرمشه، ديال كلشي. ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم يعني طريقه والشكل النهائي. المهم اول حاجه بحال اللي كتشوفوا عندي هنا العجانه اللي غادي نبدا بها، حيت ان شاء الله اليوم غادي نبدا فيها. عندي هنايا الطحين يعني كمرحله اوليه بالنسبه للمولي كيك. عندي الطحين، عندي هنايا خميره وفاني، عندي بيضات والسكر وكريمات. هما عندي هنايا عندي 3، يعني وحده غادي نخدمها بمولي كيك واخرين ديال الكريمات. هذه بالنسبه للمولي كيك غادي نخدموا ان شاء الله هكذا. عندي بالنسبه للكريمات عندي شوكولا غيش، عندي هنايا على حسب بالعبر. عندي هذا بوحدو، هذاك اسود، وهذا شوكولا اولي يعني الشوكولات بالحليب، وهذا حتى هو اسود يعني احنا على حسب العبارات باش عندي مفروقين. عندي هنايا الزبده هولنديسه باش نخدموا ان شاء الله كريمه الزبده. عندي هنايا مايزينا، هذه باش نخدموا بها ان شاء الله العجينه ديال السكر، هذه كتبقى حتى من بعد. عندي هنايا فيوتين اللي غادي نخدموا به ان شاء الله الطبقه المقرمشه. وهذا كاكاو المور اللي غادي نخدموا ان شاء الله حتى هو في المولي كيك، يعني حتى هو في العجين ديالنا. بحال اللي قلت لكم هنايا فيوتين. عندي هنايا بخاليني، هذا 250 غرام 250 غرام. عندي هنايا كراميل حتى هو 200 غرام 200 غرام. عندي بحال اللي شفتوه لا 3 وحده ديال المولي كيك واخرين ديال الكريمات. عندي هنايا كيلو ديال الشوكولا ماكاو اونغوباج، كيلو ونص. ها هي بحال اللي كتشوفوا كيلو ونص. شنو باقي اخر بالنسبه للطبقه مقرمشه والطبقات اخرين اللي غادي نعمر؟ عندي هنايا اللوز وعندي الكركاع ومهم، وهادو اللي وريتكم هنا بخاليني وكراميل. شنو بقى اخر؟ هذا جيلاتين باش نعملوه في الكريمه باش كتجي عاقده وكتجي واقفه. هذا ديال التزيين. هذا البوش اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله يا ربي الكريمات اللي غادي نفرغ فيهم الكريمات. بحال اللي كتشوفوا هذا بابي سولفيليزي يعني ورق ديال الطبخ. عندي هنايا هذه ديال الخطوبه يعني ديال الزواق. هادو ديال الدوائر اللي غادي نخدم بهم ان شاء الله الطرطه ديالي. باقي غادي نزيد ان شاء الله وحده. عندي هنايا هادو اللي كيعملوا بهم بوبس كيك، غادي نخدموهم ان شاء الله دعامات في وسط الطرطه من داخل. باقي ان شاء الله غادي نعملوا واحد دعامه كبيره اخرى اللي كتجي في الوسط. وبقى دابا شنو بقى هنايا العجين ديال السكر. عجين ديال السكر جبت هاد الماركه هذه اللي نصحني بها صراحه مول الاقامه ديال الحلويات. من بعد ان شاء الله نطاقي لكم باج ديالو في انستغرام. عنده كل شيء، جا في طنجه في درادب، عنده كل شيء. المهم ان شاء الله غادي ننزل هذا الفيديو غادي نطاقي معكم ان شاء الله الباج ديالو. بالنسبه لكريم العجينه السكر انا جبت 2 كيلو على حسب الكميه عندي كبيره. مهم هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، ديال المقادير ديال الطرطه اولا المقادير ديال كيك ديزاين ديال الخطوبه اولا ديال الاعراس. مهم كتبقى على حسب نتوما لاش غادي تحتاجوها. مهم من بعد ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال كل حاجه والشكل النهائي. وهذا ما كان، هذه ريشه باش نزوقوا بها ان شاء الله يا ربي. باقي عندي الورد من بعد نجبدو، ماشي على يدي دابا، من بعد ان شاء الله نجبدو غادي تشوفوا ان شاء الله في الشكل النهائي. مهم كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم ديال المقادير ديال كيك ديزاين وديال الحشوات ديال كل شيء. ان شاء الله نتلاقاو مع طريقه التحضير ومع ان شاء الله يا ربي الشكل النهائي. وشكرا بزاف على المتابعه والسلام عليكم.